طيب إذا بدك ترد هاللاشيين على سوريا رد كل السوريين، رح سمي لك إياهم. ليش تردن هني وحدهم؟ رد كل السوريين. قال الجميل في الأصل من قرية بحفوفة قرف دمشق. قال إدة من أزرع في محافظة درعا. نعم. والرئيس إميل إدي ولد في دمشق. قال التوينة هن بينتمون إلى عشيرة بدوية في المساعيد في جبل الدروز، ومنه قال التوينة نزحوا إلى قرية عناز في وادي النصارى والتحقوا مؤخرا بلبنان. أنا بدي سقفك معلش. الصحناوي خذ مثلا معكم شو اسمه موريس الصحناوي اللي محطينه بالحكومة معكم، هو من باب توما من دمشق. بيت الصحناوي. عدنان عضوم من إدلب. البطريرك صفير، البطريرك نصر الله صفير بذاته هو من قرية الصفرة من حوران. يوحنا الحلو كان من عين حلية، من عائلته الرئيس شرحلو والوزير بيير حلو وفرج الله الحلو ويوسف خطور الحلو. نعم. عائلة الزغبة زيدان منها المؤرخ جرجي زيدان، وقيم منها نجيح وقيم، نفاع نوفل هزيم ملحمة مدلح بدين غندور وفاضل من حوران. المر من صفيته بيت المر. غانم وباخوس من النبك. أبو الكسم من حمص. غرة من الجولان. فرحة وزكة ونصر الله وشلهوب وماضي من أزرع. محفوظ من جبلة. ورد عفاش من دير الزور. معلولي من معلولة. أبو حيدر ويارد من صلخت في السويداء. عان من جبل العرب. غريب من السويداء. عواس يونس هدايا مغبغب فرحات وبحلو من حلب. معراوة من معرة النعمان. أبو فاضل أبو ملحم أبو معشر والصليبة من عين حلية ومنها المؤخر كمال الصيبة. نقاش مصابنة من دمشق. وهيدي فائض من العوائل اللبنانية اللي أنا عم أقول لك إياهم. اسمعوا. أما الإعلام اللبناني فالنهضة الأدبية بلبنان مدينة إلى عبد الله زاخر أبو الكتاب العربي، وهو حلبي أصله من مدينة حماه، وهو مؤسس أول مطبعة عربية في دار مار يوحنا الصايغ في الخنشارة. وفي مصر المحروسة كان لمكتبة الخانجي والبابي شأن كبير في النهضة الثقافية المصرية، حيث أسسها حلبيان هم خليل وجورج الصايغ، حلبيان من حلب. أما الأمراء اللبنانيين كلهم تقريبا من أصول سورية. قال أبي اللمع من الجبل الأعلى في حلب. قال إرسلان من معرة النعمان. قال الحرفوش من الجولان. قال البستاني من مدينة جبلة. ولمع منن كتير. المعلم بطرس البستاني وسليم البستاني وسليمان البستاني والمطران عبد الله البستاني، وجاءوا بالأصل إلى برقاشة ثم إلى دار الأحمر فديبة فد لهيمة. وحتى قال جنبلاط هم من كلس من أعمال مدينة حلب. ولا ننسى الشاعر سعيد عقل، هو أصلا من حوران. رحمه الشعب الفقير.